قبل ما الأرض تتكون كان في كيان أوحد، الفراغ والفوضى، كياس. من كياس نشأت جايا، تايتن الأرض. تايتن يعني عملاق، هي صورة الأرض اللي احنا عارفينها بما فيها من أنهار وجبال. من زواج جايا وأورانوس نشأت سلالات مهمة جدا في الميثولوجيا الإغريقية، زي السايكلوبس اللي هم العمالقة ذات العين الواحدة، والتايتن ال 12 الأوائل اللي هو أهمهم أطلس وكرونوس البطل الثانوي لقصتنا. كرونوس كان من ضمن سلالات جايا الكتير من زوجها أورانوس، اللي كان بالمناسبة عنيف جدا مع أطفاله، معاملة شديدة جدا بتصل ساعات للقتل والنفي والحبس في العالم السفلي. جايا محبتش الموضوع ده وابتدت تحرض أولادها على أورانوس، بس أولادها كانوا خايفين من بطش الكائن البشع ده. إلا كرونوس أخد منجل من جايا وقطع بيه العضو الذكري لأبوه. يقال إن العضو الذكري لأورانوس سقط في بحيرة معينة، وبعد التفاعل مع البحيرة لوقت طويل نشأت منه أفروديتي، إلهة الحب والجمال. انتهت فترة أورانوس وجت فترة كرونوس يحكم الأرض كالإله الجديد المطلق. اتجوز ريا، إلهة الأمومة والخصوبة. ريا الجميلة خلفت هستيا، ديمتريا، هيرا، هيديز وبوسايدون، وأخيرا عم الناس زوس. ولأن التاريخ بلايبل شوية وبيحب يكرر نفسه، فكرونوس كان جايله زي عقدة ذنب من اللي هو عمله مع أبوه، بتتشكل في أحلامه. كان بيحلم إن حد من أولاده هيتمرد عليه زي ما هو عمل وهياخد العرش منه، فابتكر حل لذيذ، لا لذيذ حرفيا، ابتلع أولاده. كان بيبلع أولاده ويحبسهم جوه بطنه عشان يضمن قمع الثورة دي من أولها. ريا ما كانتش حابة الموضوع ده، واتحركت أخيرا بعد ما جوزها بالفعل أكل 5 من أولاده. قررت إنها تلف شوية حجارة وحصى بلبس زوس وتقدمها لكرونوس عشان تخدعه، وقامت جري خدت زوس وخبته في كهف، وبقت كل يوم تروح تطمن عليه. بس طلع لها مشكلة تانية، زوس كان لسه صغير، من العيال الزنانة اللي بتقعد تعيط دي، ودي كانت كارثة، لأن لو كرونوس سمعه هيوصله، وساعتها ريا هتبقى في موقف لا يحسد عليه. فاتفقت مع السايكلوبس إن كل مرة زوس يعيط فيها يمسكوا هما أدواتهم الحجرية ويقعدوا يخبطوا على الحيطان ويعملوا أكبر دوشة ممكنة فتغطي على صوت الولد. ونجح الموضوع بالفعل، وبعد سنين كتير زوس بقى شاب ماله هدوم وقرر ياخد بالطار لإخواته. قام جايب صواعقه وسلاحه وراح على كرونوس. قدر إنه يشق بطنه ويطلع إخواته منها سالمين غانمين، وعشان زوس ذكي أذكى من أبوه وجده، حب يحط خط لسلسلة الثأر العائلية دي، وقام جمع إخواته وقال لهم التايتنز دول ملهمش سلطة علينا. وابتدت حرب ضروس عنيفة بين التايتنز والجادز. الفضل الكبير في المعركة دي كانت لهيديز اللي سرق أسلحة كرونوس واداها لبوسايدون وزوس اللي ضربت برقه ما بتهزرش. بعد انتهاء المعركة زوس نفى العمالقة لسجن في العالم السفلي اسمه تارتروس، وحكم على أطلس إنه يشيل العالم على كتفه من غير حرج، ونفى كرونوس لصحراء الأرواح الضائعة يهيم بدون وجهة. بعد كده أنشأ مجلس الأولمب، معلنا بداية عصر جديد من الميثولوجي.